بلوقي عندما أكون مريض ووحدي بالبيت. طبعا يوم المرضان بصراحة عندي رشح إنفلونزا، بس وحدي بالبيت فقلت أسوي بلوج وتشوفون شنو اللي أسويه أنا إذا كنت وحدي بالبيت و... ومريض. شنو الأشياء اللي أكلها، شنو الأشياء اللي يعني أسويها وأنا مريض. فأيضا هي شغلاتها صحية، لازم تتابعوها. طبعا أولا نسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال أصدقائي؟ طبعا أنا حضرت أول شي من قعدة من النوم مباشرة، وطبعا خلينا نشوف اليوم ايش راح نسوي إذا كنت مريض. طبعا مثل ما تلاحظون أنا هنا هسه بالاستقبال، قعدت من النوم، لميت براشي هذا، لميت براشي، وطبعا حضرت الريوق مالتي. هذا الريوق حضرته. طبعا شو الريوق مالتي عبارة عن سلطة مثل ما تلاحظون. السلطة تتكون من شوندر، والبصل ضروري لأن تعرفون الفلاونزا، وطماطة، خيار، وليمون، وعصرة ليمون خليتها زين. هذا طبعا السلطة ضرورية. حضرت لالنجي مثل ما تلاحظون، حضرت لالنجي هذا أو استفندي احنا نسميه، شو يسموه بهاي الدول معروف. هذا حضرته لأنه ضروري بصراحة، خبز أسمر. طبعا هذا حضرت تمر، شوية تمر يعطيني طاقة لأنه طاقتي مفقودة. آه، طبعا أيضا سويت بيض بروتين. طبعا ضروري واحد ياكل أشياء مفيدة أثناء وهو مريض. بصراحة بتشوفون يعني صوتي مبحوح. الأشياء اللي ياخذها راح أسوي لكم فيديو إن شاء الله، أحكي لكم عن الأشياء اللي واجبة على المريض الإنفلونزا، خاصة هذا الوقت هو وقت انتشار فيروس متحور، وانتشار هو نفسه تقريبا لكن متطور عن الإنفلونزا مالتنا. ف حتى أحكي لكم بالتفصيل فيديو معزول عن هذا الفيديو، عن شنو اللي يسويه الشخص من يكون مريض بإنفلونزا. على العموم أنا وحده هنا مثل ما تلاحظون. هسه راح طبعا أيضا سويت إضافة إن هاي السلطة هاي كلها عبارة عن سلطة، يعني عبارة عن فيتامينات، يعني عبارة عن فيتامينات سويتها، وفيتامينات أيضا التمر هو للقوة، ويعني يشيل الضغط من عندك. وهاي السلطة بيها بصل وهاي تفاصيل، ولو الصبح واحد بصل يعني صعب ياكله، بس عادة أنا ما أكل بصل الصبح، لكن خلاص ما دام عندي إنفلونزا لازم أتحمل حتى يعني بفضل الله إن شاء الله يعني أحاول أشافي نفسي بأي وسيلة كانت. طبعا أنا هذا المطبخ جيت عن المطبخ هسه، شنو راح أسويه؟ طبعا هذا المطبخ طبعا راح ورا ما قعدت من النوم حضرت طبعا الريوق مالتي هذا مثل ما تلاحظون. طبعا البيض ايضا بروتين ضروري، ابتعد عن الدهون وغيرها تفاصيل. سويت بيض مسلوق وشاي حار. زين، بين ما يصير شاي حار البيض استوى، خليني اتمرن شوية واكمل تماريني. طبعا بعدي ورا ما اكمل التمارين. اليوم ممنوع السبح، ما اسبح. لما شوية وضعي يصير زين يلا اقدر اسبح، لان مالي تضربني بلفحة هواء وبالتالي اتغذى. خلينا نتمرن. طبعا التمارين ما تكون تمارين طويلة. أنا عندي بالتمارين مالتي تمارين سويدية، إضافة تمارين القوة. راح أسوي بس التمارين السويدية، أما تمارين القوة فألغيها، لأنه اليوم ألغيها وباكر لما ألغيها حابة أشبع.
طبعا ليش الغيها؟ لانه الجسم يعني الجسم بصراحة فاقد طاقة، يعني فاقد طاقة كبيرة الجسم بسبب المرض، مقاومة المرض. آه، ف بسبب مقاومة المرض يفقد الجسم كثير من الطاقة الجسدية وحتى الطاقة الفكرية، وبالتالي فما عندك طاقة حتى تصرفها على التمارين الرياضية، يعني ما تقدر، تعبت بسرعة. طبعا مهم بنفس الوقت خلي طاقة عندك باقية حتى تحارب المتبقي من المرض. طبعا اليوم هذا اليوم الثالث ثاني لي بالمريض، بس ان شاء الله تعالى بعد ما يعني اطيب ان شاء الله هذا اليوم، لحد نهاية هذا اليوم ان شاء الله اطيب بالتزامي، ابتعد عن السكريات، ابتعد عن اشياء الحلويات، اخذ الفيتامينات، اخذ البروتين، حتى انا اكون يعني وضعي يكون جيد، وبالتالي اقدر يعني بالتالي اقدر اكون بصحة زينة باكر عندي دوام زين. خلينا نكمل. طبعا طبعا الشاي راح يستوي، شاي تقريبا شوية ويستوي. البيض هسه راح نبدي طبعا قشر البيض. البيض طبعا حار، لما أكمل تماريني والله ما أكمل طبعا التمارين بعدين أكملها، بس لكن بعد شي قليل أكمل التمارين. ورا ما أكمل التمارين أتريق مباشرة، متعود أنا أعرف أنا متعود أسبح مباشرة بعد التمارين مباشرة، معتاد أسبح يعني. لكن اعتيادي إن أكون مريض طبعا الأمر يختلف. السبح أوقف شوية، يعني أوقف لحد ما شوي أرتاح. ولازم تسبح. السباحة هو مو مضر بالصحة يعني وأنت مريض، لا هو يعني هو يعني أقصد حتى لا تلوحك لفحة هواء. أنا صاد البيبان وصاد صاد البيبان وصاد لكن يعني الواحد لازم يحرص شوي، يقلل السبح يعني باليوم، خاصة هو الجو تغير يعني باليوم بالصيف اسبح ما لا يقل عن 3 إلى 4 مرات بصراحة. هذا وحتى السبح زايد مو زين صراحة، يعني هذا هو ذي تفاصيل وايد. على العموم راح اسبح خلاص، ما راح اسبح. والبيض كلش مفيد من تكون مريض بصراحة، كلش مفيد. طبعا هسه خلصت التمارين الرياضية مثل ما تعرفون، ما سبحت بس يعني راح اقول لكم شيء ايضا عن الكلاونز هو مهم جدا. اضافة لهاي الاشياء طبعا اضافة يعني للاعتناء بالجانب الاكل والطعام، واللي راح اسوي فيديو يعني فيديو خاص عن هذا الموضوع، فوائده يعني فوائد الاشياء اللي تاخذها والاشياء اللي تبتعد عنها. طبعا ايضا خاصة من اليوم الثاني او الثالث تدعم الصحة مالتك بهذا الشراب. هذا طبعا الشراب يسموه احنا ريهامكس. طبعا هذا الشراب شراب مثل احنا نسميه شراب اوبرا. هذا طبعا جدا مهم تاخذه وحدة، يعني يفضل انه تاخذه وحدة عندك فلونزا، او تاخذ حبوب يعني مثل فلاونزا، حبوب فلاونزا، حبوب يعني معالجة الرشح موجودة بالصيدلية، هم يكتبوا لك اياها، هو طبيب يكتب لك اياها. طبعا هذا ابرة الشراب هاي رايتكم اياها، هي يعني اوصيكم انه تبتعد عن ابر الخبط، انه ابتعد عن ابر الخبط. ماكو شي اسمه ابر خبط بصراحة. ابر الخبط يعني تموت نفسك، تموت نفسك. وحكيت انا بها فيديوهات سابقة بهاي القناة، تابعوا الفيديوهات السابقة هتشوفون انا حاكي عن ابرة الخبط في الفيديوهات الاولية عندي، طبعا قبل اكثر من 9 اشهر تقريبا. طبعا فهذه الشراب تشربها ومفيدة بصراحة، يعني تشرب مرتين او 3 طيب ان شاء الله.
انا ما اخذها ولا اخذتها، بس راح اخذها ان شاء الله بعد ما اتريق كم ريوق، اخذها حتى على مود، خاصة باليوم الثاني او الثالث اخذها حتى على مود طيب ان شاء الله بفضل رب العالمين. طبعا هاي هسه انا جبت الريوق مالتي راح اتريق. هذا اهم شي البيض بروتين، وهاي السلطة هي عبارة عن فيتامينات وايضا احماض، وايضا هذه عبارة عن فيتامينات، كلها فيتامينات وبروتين، وايضا التمر عبارة عن مقوي، يعني يقوي جسدك، فالاعتناء بالجانب الطعام هو طبعا كلش ضروري. يعني بصراحة راح اتريق لاني جوعان، هاي جوعان لانه و اهم شي انه انت تشتهي الاكل، وهذا شي جيد. حتى اذا ما تشتهي حاول قدر الامكان انه انت يعني تجيب لك مشهي شي، المهم يعني حتى عم تاكل، لان الاكل هو اهم شي، انت حتقضي على الفيروس. طبعا هذا بالنسبة للفيديو اليوم. اذا كنت مريض ووحدي بالبيت شنو اللي اسوي؟ اعتني بنفسي واعتني بصحتي حتى اقدر اعين نفسي، هذا هو باختصار. اتمنى تدعموا القناة والاشتراك بها اذا عجبكم الفيديو، وسووا لايك احبتي. مع السلامة، شكرا احبائي.